اهلا بيكم في قناة كرو هوك ارت. متابعين الغاليين عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بألف خير وبصحة وبسعادة. النهاردة هنشتغل فيديو جديد مع بعضنا، وهنعمل شنطة شكلها حلو جدا وسهلة. كانت المفروض هتبقى شنطة العيد، وكان الفيديو المفروض هينزل تاني او تالت اسبوع في رمضان، بس لان وقت رمضان قصير جدا وخلص بسرعة رهيبة، كلنا حاسين بكده طبعا، فما لحقتش انزل الفيديو ده بدري، فنزلته بعد العيد. معلش. هي فكرة الشنطة هتمشي في العيد، في الربيع، في اي وقت. شنطة صيفي وشكلها حلو جدا وعملية، هتعجبكم جدا. النهاردة تاني يوم من ايام عيد الفطر المبارك، كل سنة وانتم طيبين وكلكم بألف خير وسعادة يا رب. الشنطة عندنا هنستخدم ليها خيط سلسلة. خيط السلسلة انا عندي بيبقى شلة وبفكها شكل بكرة. في خيط سلسلة اصلا ملفوف بكر جاهز، اللي عندك استخدميه، الاتنين هيدوا نفس النتيجة. ممكن تستغني عن السلسلة وتستخدمي اي نوع خيط تاني، مكرمية، قطن او نوع تاني. عندنا سوستة وولاعة علشان الخيط ده مش بيتقص، هو بيتولع اسهل ما يتقص. عندنا 3 انواع من الابر. اول ابرة ابرة الخياطة العادية، وطبعا بكرة خيط علشان هنثبت بيها السوستة والبطانة. وعندنا ابرة كروشيه رقم 5، دي اللي هستخدمها مع سمك الخيط اللي عندي. وابرة تنظيف. دولت ال3 ابر عندنا. طبعا عندنا كمان متر علشان نعرف مقاسات الشنطة بالظبط قد ايه، وهنعرف وزنها اخر الفيديو، وهتعرفي ازاي تسعريها. انا عندي هنا بطانة، لو انت عايزة تستغني عن البطانة بتاعتك مش مشكلة، عايزة تحطي بطانة اوكي. انا هحط البطانة دي، انا عندي يعني بقفل البطانات بتاعتي بنفسي. وعندنا على الجروب، لو حابين تقفلوا بطانات ابعتولي على الجروب اللي هو محطوط تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول، عشان تقدروا توصلوا لجروب الخامات. هنبدأ دلوقتي. دي كل الخامات اللي احنا محتاجينها. هنشتغل الفيديو مع بعضنا واحدة واحدة، هي ليها كذا خطوة، كلهم سهلين، هنشتغلها مع بعض دلوقتي. معاكم انا ندى عبد الحفيظ، ولو دي اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا يا ريت تعملوا لنا اشتراك او سبسكرايب، وما تنسوش تدوسوا على الجرس على الكل عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية. ويا ريت تعملوا شير للفيديو علشان كلنا نستفاد، والهدف من الفيديو يوصل لكل بنوتة حابة تتعلم كروشيه. ويلا بينا مع بعضنا نبدأ الفيديو بتاعنا، وهو سهل جدا. يلا بينا نسمي الله بقى مع بعض، ونجيب الإبرة والخيط. وأول حاجة هنعمل عقدة البداية. لو انتي مبتدئة زي ما قلتلك من شوية، هتعرفي تشتغلي الشنطة دي وتطلعي كده بالنسبة لك أول منتج. تقدري يعني تكوني عملتيه وممكن تبيعي على طول منه، لأن طريقتها سهلة جدا. كده أنا عملت عقدة البداية، والحلقة موجودة اهي على الإبرة. هاخد الخيط وهطلعه من الحلقة اللي على الإبرة علشان هعمل غرز سلسلة. محتاجة كام غرزة هشتغلها؟ محتاجة 30 غرزة سلسلة. ركزي كويس جدا في العد علشان المقاسات تطلع مظبوطة معانا. انا هشتغل كده السلاسل بتاعتي وهعدها تاني دلوقتي معاكم، يعني انا هشتغلها لوحدي وهعدها مرة كمان علشان تتأكدوا من العدد. يا ريت وانتي بتشتغلي السلاسل كلها تبقى مقاس بعضها، تكون واسعة علشان تعرفي تعدي الإبرة السطر اللي جاي، السطر اللي بعده تعرفي تعدي الإبرة من الغرز اللي انت بتشتغليها. تعالوا نعد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 و30. كده مظبوط العدد. انا عديت معاكم علشان تتأكدوا من العدد مظبوط، انه 30 غرزة. طبعا اول غرزة دي هنفوتها، ملناش دعوة بيها. احنا المفروض بنشتغل هنا صح في الغرز دي او الحلقة اللي بره دي. لا، انا دلوقتي عايزة اشتغل في الحلقة اللي ورا، اللي عاملة زي الجبال ديت، او عاملة زي السلاسل ورا بعضها كده. في غرزة كده لما تلفي غرزة السلسلة، الغرزة اللي ورا دي هي اللي انا محتاجاها. اول واحدة هتفوتيها مالكيش دعوة بيها، هتخشي في رقم 2 على طول، وهي دي هتبقى رقم 1 بالنسبة لنا بقى في السطر دلوقتي اللي هنشتغله. هنشتغل غرزة حشو اللي هي الحلقة عندي على الإبرة اهي، هدخل بالإبرة
في الحلقة اللي ورا، هاخد الخيط وهطلع، هيكون عندي حلقتين على الابرة، هاخد الخيط واطلع من الحلقتين مرة واحدة. كمان مرة هدخل في الحلقة بتاعة السلسلة، هيكون عندي حلقتين على الابرة، هاخد الخيط واطلع من الحلقتين مرة واحدة. دي غرزة الحشو البسيطة اللي احنا دايما بنشتغلها في اغلب الشغل بتاعنا. هنشتغل اول سطر غرز حشو بسيطة عادي جدا، مفهوش اي حاجة جديدة. السطر اللي جاي هو اللي هنركز فيه مع بعض، هنشتغل ازاي. طريقة الغرز بتاعتنا بقى هي سهلة جدا، غرزة انتوا عارفينها كلكم طبعا. هنشرحها برضو مع بعضنا. لو في حد مبتدئ بيتفرج معانا او بيشتغل معايا دلوقتي وصلت لحد نهاية السطر الاولاني، انا لسه ما رحتش للسطر التاني، بس محتاجة ادفن معاكم طرف الخيط اللي هو خيط البداية علشان يكون شغلنا نظيف، واحنا شغالين كده ننضفه بالمرة في نفس الوقت. بتجيبي طرف الخيط بتاعك وتحطيه في الغرزة دي، اي غرزة تعجبك، يعني قبل ما تخلصي السطر ب10 غرز كده اعملي الحركة دي، ادفني الخيط بتاعك وانتي شغالة، وهنبدأ نشتغل عليه عادي جدا بقية الغرز بتاعة السطر. كل غرزة هتقابلك هتشتغليها، وهو كده كده خلاص الخيط اللي انت عايزة تدفنيه او تداريه جوه الغرز هيكون بيدخل مع الغرزة بتاعتك. ليه بنعمل الخطوة دي؟ علشان نوفر وقت ومجهود، ما نقعدش بعد ما نخلص الشنطة بتاعتنا نقعد نفنش على الشغل ده كله. وانتي شغالة دلوقتي تخلصيه واحدة واحدة، بدل ما تنسي في الاخر فتلة تبقى شكل الشغل بتاعك مش حلو وطالع فيه ديفوهات، مش عايزين يبقى فيه حاجات غلط عندنا. كده خلصتي، وده اول سطر بالنسبة لنا. لسه ما عملتش سطر رقم 2 هنعمله دلوقتي مع بعضنا. الحتة الزيادة دي طبعا هتعمليها بالولاعة، لان ممنوع استخدم النار قصاد الفيديوهات، فانت هتلسعيها وتلزقي طرف الخيط وخلاص كده. دلوقتي بعد ما خلصنا سطر رقم 1 هنروح سطر رقم 2. هنعمل سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا، وهنبدأ نركز في الغرز اللي هنشتغلها دلوقتي. اول غرزة هتقابلني دي هشتغل في السلسلة اللي فوق عادي خالص، هناخد الخيط وهنطلع، هيكون عندي حلقتين على الابرة، هطلع بالخيط منهم مرة واحدة. طيب الغرزة رقم 2 هشتغل فيها ازاي؟ انا عندي سطر تحت اهو، السلاسل اللي تحت اللي انا شايفاها دي هنزل فيها، يعني السلسلة دي اهي هفوتها لان انا اشتغلتها خلاص غرزة حشو فوق. السلسلة دي هي اللي هدخل فيها دلوقتي، وهاخد الخيط وهطلع اشد كويس جدا وادي للغرزة طولها المناسب، ما اضغطهاش ما خليهاش قصيرة، واشتغل غرزة الحشو دي اسمها غرزة حشو عميقة. تمام. دلوقتي هعمل غرزة حشو بسيطة، اللي هو هدخل في السلسلة اللي فوق وهشتغل غرزة حشو بسيطة. دلوقتي الدور على مين؟ على غرزة الحشو العميقة اللي هنزل ليها تحت في الغرزة اللي تحت في السطر اللي تحت. هفوت الغرزة دي وهدخل في الغرزة اللي وراها وهشتغل غرزة حشو عميقة. تمام كده. هاجي دلوقتي الدور على غرزة الحشو البسيطة اللي هشتغلها في السلسلة اللي فوق. هاجي الغرزة اللي وراها هنزل في السلسلة اللي تحت علشان هشتغل غرزة الحشو العميقة. هفوت طبعا الغرزة اللي انا اشتغلتها بسيطة فوق وهروح على اللي وراها. تمام كده. الدور على مين؟ على الغرزة البسيطة. هتمشيها كده واحدة 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 واحدة، غرزة حشو بسيطة واللي وراها على طول غرزة حشو عميقة. اتفقنا؟ دي غرزة سهلة جدا هتدي شكل حلو جدا للشنطة. لو انتي مبتدئة هتعرفي تعمليها، ما تقلقيش. هتبدأي بقى تشتغلي واحدة واحدة كده، بس ركزي ما تعمليش غرزتين ورا بعض بسيطة او 2 ورا بعض عميقة، لازم تكون واحدة واحدة كده. ده كده تاني سطر. هقولك على فكرة حلوة جدا وصغيرة كده في ان انتي تركزي في عدد السطور في الحتة اللي جاية دي. خلصت السطر رقم 2 هنعمل غرزة سلسلة ارتفاع وهنلف الشغل بتاعنا علشان نبدأ في سطر رقم 3. دلوقتي هنركز شوية كمان مع بعضنا في الغرز، شكلها مختلفة شوية من ورا فمحتاجين نركز فيها. اول غرزة عندنا، انا دلوقتي في السطر اللي فات انتهيت بغرزة حشو عميقة، حشو سوري بسيطة. في السطر الجديد هبدأ بالعكس، هبدأ بالغرزة الحشو العميقة. تمام. يبقى اللي هلاقيه بسيط عندي دلوقتي هعملها غرزة حشو عميقة. وهدخل فين؟ مش هدخل هنا، انا هدخل هنا اهو في الحتة دي،
هدخل بالابرة وهاخد الخيط وهطلع وادي للغرزة طولها، طبعا ما اخليها صغيرة عشان يبان الفرق ما بين العميقة والبسيطة. طيب دلوقتي عندي غرزة الحشو دي كانت عميقة، هعكسها دلوقتي وهعملها بسيطة. تمام كده. هاجي على اللي وراها كانت بسيطة في السطر اللي فات، دلوقتي في السطر ده هعملها غرزة حشو عميقة. جميل كده. هتفضلي كل غرزة هتقابلك هتعكسيها، اللي كانت عميقة هتعمليها بسيطة، واللي كانت بسيطة هتعمليها عميقة، وهكذا. هتخش فين؟ في الاماكن دي اهي. هنا هدخل عشان هعمل غرزة الحشو البسيطة، في الغرزة اللي وراها هعملها عميقة طبعا، فهدخل في الحتة دي، مش في السلسلة اللي فوق، لا انا هنزل تحت شوية، ولا اللي تحت خالص دي، انا هنزل هنا اهو في النص، في الحتة دي بالظبط. يعني انت هتلاقي اهي غرزة الحشو باينة، هتنزلي تحتها، هتاخدي الخيط وتطلعي وهتقفلي عليها كده وخلصتيها خلاص. دي غرزة الحشو العميقة. هنيجي هنا على البسيطة، هتخشي وتعمليها في وسط الغرزة عادي خالص. تمام. هنيجي اهو هننزل في الحتة دي، يبقى انت عرفتي بتدخلي فين بالظبط علشان ما تتلخبطوش وشكل الغرزة ما يطلعش مظبوط. هنفضل برضو ماشيين بنفس الطريقة كده، غرزة بسيطة واللي وراها عميقة لحد لما تخلصي سطر رقم 3. عايزين نركز برضو في حتة عدد السطور، علشان انتي هتسيبي الشغل مثلا وتروحي تكلمي ولادك، تروحي مش عارفه تعملي ايه على النار، هتردي على تليفون، حاجات كده بتطلع لنا في النص بتخليكي تتلخبطي في عدد السطور، علشان وش الشنطه يطلع زي ظهر الشنطه. هقولك دلوقتي هتعملي ايه. هتجيبي السبحه دي، عارفينها طبعا، بنستخدمها كتير في رمضان، السبحه الالكتروني. هتستعمليها. انا دلوقتي اشتغلت 3 سطور وكتبت. خلصنا كده السطر رقم 3 وعرفنا ازاي نعد على السبحة الالكتروني دي او نستعين بيها. دلوقتي في ملحوظة مهمة تانية، السطر لو ابتدى معاكي بغرزة حشو عميقة هينتهي بغرزة حشو عميقة، لو ابتدى بغرزة حشو بسيطة هينتهي بغرزة حشو بسيطة. ما ينفعش تنتهي بغرزة حشو عميقة وانتي بادئاها بسيطة، علشان تبقى الشغل بتاعك ماشي صح. لو حصل كده يبقى انتي ماشية غرزتين ورا بعض غلط. دلوقتي هنعمل واحدة سلسلة، وفي نفس الوقت هتكتبي رقم 4 على السبحة الإلكتروني وتلف الشغل بتاعك وتبدأي تشتغلي الغرز بتاعتك. طبعا اللي كانت عميقة هنعملها بسيطة، واللي كانت بسيطة هنعملها عميقة، وهكذا. هنا أنا كنت بدأها انتهيت وبدأت السطر اللي فات عميقة، يبقى السطر ده هبتديه وهنتهيه بغرزة حشو بسيطة. الغرزة اللي وراها غرزة حشو بسيطة اهي، هعملها غرزة حشو عميقة، هدخل هنا اهو. خلاص. انت كده دلوقتي قدامك سطر رقم 1 ده هيبقى، او سطر رقم 2 سوري، هيبقى شغال معاكي بدور الجايد او المرشد، ان انت هتبصي عليه فهتعرفي انت دلوقتي هتشتغلي السطر بتاعك. الغرزة دي هتبقى شكلها عاملة ازاي. انا عندي تحت هنا اهو في رقم 2 حشو بسيط، هشتغلها حشو بسيطة برضو. يبقى انت وانت شغالة هتشتغلي على السطر اللي قبل اللي قبله، اللي هي دي اهي، شايفينه؟ دي غرزة حشو عميقة اهي، هشتغلها عميقة برضو زيها. خلاص. يبقى انت وانت شغالة دلوقتي، انا سطر رقم 4 هبص على سطر رقم 2، شغالة في سطر رقم 5 هبص على السطر رقم 3. يبقى السطر اللي قبل اللي قبله ده هيكون معاكي مرشد ليكي هتشتغل ازاي. خلاص احنا اسسنا حلو قوي في الاول، اول 3 سطور. اللي جاي هيبقى سهل، يعني اللي جاي ده هيبقى تركيزه اقل من اللي قبل كده، مادام ظبطتي شغلك صح يعني. كل غرزة دلوقتي هتقابلك هتعكسي الغرزة اللي وراها، هتشتغليها بحاجة مختلفة، وعينيك هتبص بقى على كل حاجة، يعني على السطر اللي قبله وعلى الغرزة اللي وراها وكده. ركزي، حاولي ركزي على قد ما تقدري علشان ما تتعبيش. هفضل مكملة بنفس الطريقة كده غرزة وغرزة لحد اخر السطر رقم 4، وهكذا هكمل لحد لما اخلص اللون الفوشيا ده، وهاجي ادخل معاكم اللون الاورنج، هوريكم ازاي هندخل لونين مع بعض برضو. خلصت الجزء الفوشيا ودلوقتي هندخل اللون الاورنج مع بعض. سبت اخر 15 غرزة علشان نبدأ ندخل اللون الاورنج دلوقتي مع بعض. اشتغلت كام سطر؟ اشتغلت 10 سطور. نتأكد برضو مع بعض هنعد ازاي. لو نسيتي يعني تكتبي على السبحة الالكتروني ولا حاجة، هتعدي كده اهو. اول غرزة اهي 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ورقم 10 اللي هو الاولاني اللي انا كنت اشتغلته. يبقى هتمشي بشكل زجزاج بالطريقة كده. دولت ال10 سطور. طيب هنبدأ نكمل دلوقتي على نفس ترتيب الغرز اللي ماشيين بيها، اللي هي واحدة وواحدة. وطبعا انا واقفة دلوقتي عند غرزة الحشو العميقة. خلاص هشتغلها بسيطة. في الغرزة البسيطة دي اللي هبدأ ادفن فيها الخيط، هجيب طرف الخيط الاورنج هنحطه هنا، تمسكيه كده كويس وتروحي قافلة عليه بالغرزة بتاعتنا، وتبدأي تشتغلي عادي جدا اكنه مش موجود، اكن الخيط اللي انتي دخلتيه ده مش انتي مش شايفاه قصادك. هو كده كده هيتدفن خلاص، او هيتدارى في وسط الغرز وانتي شغالة. تبدأي تكملي بقى الغرزة وغرزة اللي احنا شغالين عليهم من اول الفيديو، او من اول الشنطة اللي احنا اشتغلناها دي. هداري خيط الاورنج كده بالطريقة دي اهي. ابدأي اسحبي طبعا عشان دارينا الخيط ورا اهو. هنبدأ بقى نسيب الخيط اللي لونه فوشيا، وهنبدأ نشتغل بالاورنج. طيب دلوقتي انا عايزة اعمل واحدة سلسلة، غرزة سلسلة. مش هاخد الخيط ده وهطلع بيه، لا انا هسيبه وهاخد الاورنج وهو اللي هطلع بيه بالسلسلة بتاعتي. وقبل ما اتحرك من هنا طبعا هنلف الشغل بتاعنا اهو. قبل ما هبدأ السطر ده اغير الرقم اهو، علشان كده انا هبدأ سطر رقم 11. طيب عندي دلوقتي غرزة بسيطة، هنزل وهعملها عميقة. نفس النظام، مفيش اي تغيير في نمط الغرزة اللي احنا شغالين بيها. اللي وراها عميقة هعملها بسيطة اهيت، هنعملها بسيطة. اللي وراها دي كانت بسيطة هنعملها عميقة، وهكذا. هنبدأ شغالين بنفس الطريقة اللي احنا عرفناها من اول الفيديو. وانتي شغالة طبعا بتعملي ايه؟ واخدين بالكم انتوا؟ بندفن طرف الخيط الفوشيا بالظبط كده، علشان ننظف الخيوط بتاعتنا واحنا شغالين، ما يبقاش لسه ورانا شغل تنظيف بعد ما نخلص الشنطة. وبالذات الخيط السلسلة ده غلس شوية في تنظيفه، يعني وانتي بتستخدم ابرة التنظيف بتدخل ما بين الغزل بتاع السلسلة نفسه، خيط السلسلة نفسه. فالاسهل ليكي ان انتي تشتغلي كده وانتي شغالة تداري. انا اشتغلت هنا اول سطر من اللون الاورنج، محتاجة اشتغل 3 سطور عليه، يعني سطر رقم 1 2 3. انا كده السطر رقم 11 اهو، هشتغل 12 13، هقف عند رقم 13. دلوقتي خلصت السطر رقم 3 في اللون الاورنج. برضو سبت اخر 15 غرزة علشان ادخل اللون الفوشيا. وبعد ما ادخل اللون الفوشيا ده هشتغل 3 سطور فوشيا. بعدين هدخل تاني اللون الاورنج بنفس الطريقة، وهشتغل 3 سطور اورنج. نركز كده مع بعض علشان نشتغل بقية السطور كده لوحدنا، بس نكون عارفين الاعداد بتاعتنا هنشتغل قد ايه. انا دلوقتي عندي 3 سطور اورنج. خلاص هدخل الفوشيا 3 سطور هما كمان. نستعين كده بالسبحة الالكتروني علشان نظبط الاعداد بتاعتنا. انا عندي دلوقتي سطر رقم 13، هشتغل 3 سطور فوشيا. يبقى هشتغل كام بعد 13؟ 14 15 16، دول 3 سطور فوشيا. خلاص هنخلص الفوشيا وهندخل على الاورنج تاني مرة كمان. هنعد من بعد 16 17 18 19. هنخلص الاورنج، هنرجع كمان مرة للفوشيا علشان نقفل بقى الشنطة بتاعتنا دي او الوش الاولاني. هشتغل كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6. هنشتغل 6 سطور لونهم فوشيا. هقف عند السطر رقم 25 وهنرجع تاني نكمل مع بعض. رجعنا تاني بعد ما خلصنا ال25 سطر اللي احنا قلنا عليهم، علشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو، هو الفيديو طويل لوحده. فاشتغلت ال25 سطر دول. هسيب بقى السبحة الالكتروني دي على جنب، كانت فكرتها حلوة جدا بصراحة. هي مش غالية، هي ب5 جنيه تقريبا عند اغلب المحلات. وسهل ان هي تساعدنا في ان احنا نعد السطور. نرجع تاني نعد السطور بقى ونتأكد من اول سطر اهو. ادي رقم 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 و25. كده ال25 سطر دول اللي عندي. لو عايزه تعديهم كده بالطريقه دي شغال برضو اوكي، هيطلعوا معاكي تقريبا 13 سطر. تمام برضو، يعني كده ينفع، وبالزجزاج طريقة الزجزاج تنفع. المهم نتأكد ان دولت 25 سطر. ناقص خطوة صغيرة، ناقص لينا الخطوة الصغيرة دي. هنعمل واحدة سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا. الخطوة دي مش محتاجين فيها السبحة الالكتروني، لان هو الثلاث سطور اللي هنعملهم دلوقتي سهلين. كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو عادية خالص، اللي هي البسيطة. مش هنحتاج بقى نعمل، يعني عايزين نغير شكل الغرزة شوية، ما تبقاش الشنطة كلها غرزة حشو بسيطة وعميقة. لا، دلوقتي هنعمل الثلاث سطور دول غرزة حشو بسيطة. كل غرزة تقابلك تعمليها غرزة حشو بسيطة عادي جدا. هنشتغل كام سطر؟ 3 سطور. 3 سطور وهنوقف وهنكمل بعد كده عشان نعمل الايد. خلاص، يعني دول 3 سطور مفهومش اي حاجة مختلفة عن الغرزة اللي احنا عارفينها، غرزة الحشو البسيطة. هنكمل كده بالطريقة دي. طبعا لازم تتأكدي ان هما 29 غرزة من الاول للاخر كده، 29 غرزة. خلاص، هكمل 3 سطور وارجع تاني نكمل الايد مع بعضنا. خلصت كده ال3 سطور الحشو البسيطة. هنعمل واحدة سلسلة ارتفاع ونبدأ نعمل، هنلف الشغل طبعا بتاعنا وهنبدأ نعمل الايد. خلاص، هنركز دلوقتي في عدد الغرز اللي هنشتغله علشان نظبط مقاس الايد. هشتغل غرزة رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 و9. انا عايزة اشتغل 9 غرز حشو وهوقف. طبعا ترجعي تاني تتأكدي من عدد الغرز. انا بعمل يعني كل حاجة قصادكم عشان تبقوا عارفين بالظبط، بنتأكد من الشغل مرة واتنين عشان يطلع الوش زي الظهر، بالذات لما يكون في حاجة فيها حاجتين هتتعمل مرتين يعني. كده انا اشتغلت 5 غرز سلسلة، كده 6. هنريح الشغل كده عن ايدينا بقى علشان نعرف نظبط السلاسل علشان تبقى مقاساتها مظبوطة كمان. وابدأ اكمل 7 8 8 اهيت 9 سوري 10 11 12 13 لسه ما اتعملتش 14 15 16 17 18 19 20. عملت 20 غرزة سلسلة. طيب هدخل فين؟ في الغرز اللي تحت. دلوقتي هنعد من تحت كده 1. الغرزة هيبان قصادنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. رقم 12 دي هدخل فيها، يبقى انا سبت من تحت 11 غرزة سلسلة، 11 سوري غرزة حشو. وهبدأ اشتغل في غرزة رقم 12 علشان اطلع عندي كام؟ 9 غرز برضو. كده رقم 3 اهي 4 5 6 7 8 و9 علشان يبقى الشمال زي اليمين والوش زي الظهر. تتأكدي دايما من عدد الغرز بتاعتك. دلوقتي انا اشتغلت فوق الغرز ال9 اللي كنت عاملاهم 9 غرز حشو مرة تانية. كده احنا عملنا السطر التاني في الايد. هنيجي عند الايد اهي السلاسل دي برضو هنشتغل فين؟ في السلاسل اللي في الظهر اللي ورا اللي عاملة زي الجبال دي، هي اللي هشتغل فيها برضو الغرز بتاعتي دلوقتي، اللي هما ال20 غرزة سلسلة اللي كنا عاملينهم تحت. دلوقتي هيكونوا 20 غرزة حشو. هنبدأ نشتغل اول غرزة حشو اهي، وكل غرزة هتقابلني من الغرز اللي تحت في السلسلة هنشتغلها حشو. وتحاولي تدخلي كده، معلش هي بتبقى اول غرزتين كده غلسين مش راضيين يعدوا الابرة، بس انتي حاولي فيها بايديكي كده شديها وهتطلع معاكي ان شاء الله يعني. كده اهي غرزة رقم 2. ما تزهقيش منها وتفوتيها، هتبوظي الدنيا كده.
حاولي خليكي وراها لحد لما هتلاقيها بعد كده خلاص بقت سهلة وبقت بتعدي بسرعة. هتبدأي تكملي كل غرزة هتقابلك تشتغلي فيها غرزة سلسلة، سوري، حشو. هي دي طريقة الايد اللي احنا هنعملها، يعني هي طريقة سهلة جدا. بيبقى اول سطر فيها غرزة غرز سلاسل، بعد كده السطر اللي بعده غرز حشو، وخلاص كده الايد اتعملت. احنا خلصنا كده الوش. هنعمل زيه بالظبط الظهر نفس الطريقة كده. عشان كده دايما تخلي جنبك كراسة وقلم تكتبي فيها الخطوات بتاعتك، علشان ما يكونش فيه خطوة تايهة منك، او لو تقدري تعملي حفظ للفيديو، تقدري ترجعي له تاني في اي وقت انتي تشتغلي فيه الشنطة، يكون احسن بكتير. تعملي كده بلاي ليست لنفسك يعني، وتحطي فيها كل الفيديوهات اللي انتي تحبي تشتغليها في تحت في الزراير اللي تحت الفيديو على طول. لو عملتي شديتيها شوية كده ناحية اليمين هتلاقي فيه زرار اسمه حفظ او سيف، هو ده اللي تحفظي فيه الفيديوهات بتاعتك، وهتلاقيها الفيديوهات محفوظة فين؟ في قائمة التشغيل عندك. خلصت الايد وهنبدأ نكمل التسع غرز حشو الاخيري اللي هم الاخيرين بقى، اخر غرز حشو هنعملها. كده الايد خلصناها، وهكمل انا مع نفس الغرز اللي باقيه دي، والوش الاولاني خلص. احنا كده خلصنا الوش الاولاني مع بعضنا اللي هو الفوشيا في الاورنج اللي احنا اشتغلناه. انا كنت عامله لوحدي بقى الوش التاني، هتعملي بنفس الطريقه كده والخطوات اللي احنا عملناها الوش التاني. انا عملته طبعا ايه عشان يبقى شكل الشنطة احلى بكتير ومجنونة كده، عملتها العكس عشان تبقى الشنطة دبل فيس، ناحية تخرجي بيها مرة فوشيا والناحية التانية تخرجي بيها مرة اورنج. فكرة كده جات لي، معرفش ليه بصراحة. انا اشتغلت منها اصلا 4 كانوا سادة، الوان سادة، هتلاقوهم اخر الفيديو حاطة الصور بتاعتهم. فجت الفكرة ان انا هعمل معاكم الفيديو بالشنطة بتبقى لونين، فكان المفروض يعني الفيديو تبقى شنطة سادة هي كمان، بس حبيت اصعبها شوية على نفسي واديلكوا انتوا على طول اللي هو طريقة ازاي ندخل لون مع لون، علشان تبقى الفيديو معاكم سهل. طبعا لو انتوا هتعملوه بلون سادة هيبقى اسهل بكتير جدا. دلوقتي هنشتغل داير ما يدور الشنطة بقى. هنرجع تاني للسبحة الالكتروني، وهنجيب نص الحلقة اللي انا نسيت اقولها طبعا في بداية الفيديو، معلش اعذرونا، رمضان بقى وصيام وكده. هنجيب نص الحلقة وهندخل بالإبرة جواها علشان نبدأ نشتغل عليها الداير ما يدور. طبعا في البداية انا سايبة تقريبا قد مترين خيط، علشان الخيط ده هو اللي هستخدمه في تشبيك الداير ما يدور بالوش الشنطة الاولاني والتاني. يعني انت هتسيبي في الاول 2 متر، وهتسيبي في اخر الداير الميدور اللي احنا هنعمله دلوقتي 2 متر. هنبدأ نشتغل كام غرزة؟ 3 غرز، 3 غرز حشو على النص حلقة اللي عندك. كده انا عملت غرزة سطر رقم 1، فهكتب 1 خلاص على السبحة الالكترونية اللي معايا. هعمل سلسلة واكتب سطر رقم 2 على طول. هنبدأ نشتغل دلوقتي في كل غرزة تقابلني غرزة واحدة بس حشو. خلاص يعني تاني سطر هيكونوا 3 غرز هما كمان. نركز كده في التزايد اللي هيحصل دلوقتي. ده تاني سطر، هعمل سلسلة وبسرعة اروح اعمل رقم 3 وهلف الشغل، وهعمل في اول غرزة غرزتين حشو مع بعض، يعني غرزة مجوز، هتبقى 1 2 في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعدها هعملها غرزة حشو واحدة بس مفرد. الغرزة اللي وراها هتبقى هي كمان غرزتين حشو في نفس الغرزة مجوز يعني. كده انا عندي كام غرزة؟ عندي 5 غرز. طبعا حشو بسيطة بنشتغلها اهي. طيب دلوقتي عندي 5 غرز اهم، هعمل واحدة سلسلة ارتفاع وبسرعة اروح اكتب على طول سطر رقم 4. هنشتغل في اول غرزة مفرد رقم 1، رقم 2 دلوقتي مفرد كله خلاص، رقم 3 4 و5. تمام كده. هعمل واحدة سلسلة واغير الرقم بسرعة، كده سطر رقم 5. هشتغل برضو ال5 غرز بتوعي، في كل غرزة تقابلني هعمل غرزة واحدة بس مفرد. لو انت عايزة تبقى السمك بتاع الداير ما يدور بتاعك على 5 غرز اوكي، عايزة تكتريهم شوية او تزوديه شوية انا هزوده. دلوقتي هنعمل سطر رقم 6.
برضو هنشتغل 5 غرز مفرد. طيب الداير ما يدور بتاعك ده تقدري انت تتحكمي فيه، تعمليه بالمقاس اللي انت عايزاه. انا المقاس اللي عجبني 7 غرز اللي هنعملها دلوقتي مع بعض. هعمل واحدة سلسلة وهندي الرقم السطر بتاعنا رقم 7 اهو، وهنلف الشغل. هنعمل اول غرزة مجوز اللي هي غرزتين في نفس الغرزة. سوري، انا دلوقتي بعمل لسه زي ما هو السطر ده كمان مفرد. ماشي. السطر اللي جاي هو اللي هو رقم 8. ايوه بالظبط كده، رقم 8 هو اللي هيبقى فيه المجوز. علشان بنفس اللي انتي هتعمليه، يعني نفس ترتيب السطور اللي انتي هتعمليها دلوقتي هتعمليها في اخر الداير ما يدور اللي انتي بتشتغليه. دلوقتي انا اشتغلت في اول غرزة مجوز، تاني غرزة مفرد، تالت غرزة مفرد، رابع غرزة مفرد. خلاص، الغرزة رقم 5 هتبقى مجوز هي كمان. هنشتغل غرزة رقم 1 اهي، غرزة رقم 2 معاها في نفس المكان. دولت كده كام سطر كام غرزة؟ 7 غرز. عندي 1 1 2 3 4 5 6 7. تمام. طيب هنعمل واحدة سلسلة ارتفاع وهغير رقم السطر، ده رقم 9 اهو. هنلف الشغل وهنشتغل رقم 1، ده رقم 2، ده المقاس اللي انا هشتغل بيه لحد الاخر بقى. ورقم 3 هقولكوا لحد الاخر لحد فين، يعني مش لحد الاخر هخلص وهشبك الحلقة التانية، لأ. اخر 9 سطور هنسيبهم. عندك من سطر رقم 9 اهو لحد رقم 77. هنشتغل بنفس الطريقة كده، بنفس عدد الغرز اللي هو ال7 غرز دول. ركزي، يعني من سطر رقم 9 لحد سطر رقم 77 هنشتغل على ال7 غرز. تعالوا بعد كده هنشوف هنعمل ايه. كده الداير بتاع الشنطة قرب يخلص. انا دخلت طبعا اللون الفوشيا مع الاورنج علشان يبقى زي الشنطة، يعني زي ما هو نص ونص هنعملها كده برضو. وصلت للسطر رقم 77. بعد السطر رقم 77 ده هنبدأ نعمل زي ما بدأنا بالظبط، يعني احنا بدأنا تزايدات، دلوقتي هنعمل تناقص. هنا انا كنت بشاور لكم على ان الدخول بتاع اللون التاني عملته زي ما عملنا في وش الشنطة بالظبط، يعني بندخل برضو في السطر اللون الفوشيا وبنشتغل على طرف الخيط ده لحد لما الخيط بيتدفن خالص، وبعد كده ببدأ اشتغل باللون الفوشيا وبرضو بدفن جزء من اللون الاورنج علشان خاطر فتلة الخيط ما تطلعش من مكانها. في حاجة تانية في خيط السلسلة، ممكن تلزقي يعني تعملي بالنار طرفين الخيط وتلزقي طرفين الخيط ببعض، بس الانضف والاحسن طريقة دخول الخيط وخروج الخيط زي ما احنا عرفنا مع بعضنا في وش الشنطة. دلوقتي هنعمل تناقص لأول غرزة هتقابلنا. ده كده السطر رقم كام؟ 78. هنعمل فيه تناقص في أول غرزتين بس مع بعض. تمام كده عملنا تناقص، جمعناهم مع بعضهم. طيب هنيجي دلوقتي على الغرزة اللي وراها، هنعمل واحدة مفرد، اللي وراها مفرد واللي بعدها مفرد، يبقى انت عندك 3 مفرد في النص وفي تناقص في الأول وتناقص في الغرزة دي. هنجمع الغرزة رقم 6 أو 7 مع بعضهم دلوقتي في غرزة واحدة. حلو كده، علشان نرجع تاني الرقم 5. كده عملنا 5 غرز. تمام. هنعمل واحدة سلسلة ارتفاع وهندي الرقم بتاعنا كمان بتاع السطر كده 79. هنشتغل دلوقتي تثبيت، يعني كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها غرزة واحدة بس حشو، اللي هما يكونوا كام؟ 5 غرز. طيب ده كده اول سطر في التثبيت. هعمل واحدة سلسلة ارتفاع وهندي رقم للسطر كده 80، وهروح على السطر اللي بعده اللي هو سطر رقم 2 في التثبيت اللي احنا بنشتغله دلوقتي. التثبيت علشان تعمليه بتثبتي 4 سطور بس، زي ما ثبتنا 4 سطور في بداية الداير ما يدور اللي احنا بنعمله، زي ما عملنا الخطوات بالظبط اللي هناك بتعمليها الناحية دي. عشان كده بقول يا تكتبي يا تعملي سيف للفيديو عندك علشان ما تروحش منك خطوة من الخطوات فالشنطة تتعبك فتفكي وترجعي تشتغلي تاني. لا،
احنا في غنى عن كل التضييع الوقت ده. كده عملت تالت سطر تثبيت. ندي الرقم بتاعنا كده سطر 82. ده رقم سطر رقم 4 في التثبيت اللي احنا بنعمله، علشان في تناقص تاني هيتعمل. زي ما عملنا سطرين تزايد في الاول، دلوقتي في سطرين تناقص. طيب كده عملت 5 غرز. دلوقتي السطر اللي بعده هعمل واحدة سلسلة اهو، هدي رقم السطر، هنعمل تناقص في اول وتاني غرزة ونجمعهم مع بعض. طيب الغرزة اللي وراها هتبقى مفرد لوحدها كده، بعدين هنجمع سطر غرزة رقم 4 و5 مع بعضهم. كده عندي 3 غرز. هنعمل واحدة سلسلة، ندي رقم كده، رقم السطر رقم 84 سوري 84. هنشتغل تثبيت للسطر ده كده تثبيت سطر رقم 1. هنعمل سطر رقم 2 بس، وانتي كده 85 سطر. 85 سطر خلاص كده الداير بتاعنا خلص. على فكرة السطر الاخير ده بقى هنعمل فيه ايه؟ هنجيب نص الدايرة دي زي ما عملنا نص الدايرة الاولاني، هندفن نص الدايرة التاني ده كمان، علشان كده احنا بنشتغل عليه واحنا شغالين كده، بناخده في طريقنا برضو. هنحط بالطريقة دي ونقفل عليه بالغرز الحشو. ندخل جوه الغرزة وجوه الحلقة في نفس الوقت، بناخد الخيط وبنقفل عليه بغرزة الحشو. تمام، ده كده رقم 3 اهي. يبقى بنعمل 3 غرز بس. خلاص كده كده داير ما يدور الشنطة خلص. تعالوا هنعرف ازاي هنثبته مع بعض علشان يبقى تثبيت الوش والظهر زي بعض ويطلعوا مظبوطين، ما يبقاش الشنطة معوجة مننا، لان ممكن الشنطة تتعوج منك وانت شغالة. طبعا في القص هتقصي بعد 2 متر زي ما احنا قلنا، علشان ده اللي هنثبت بيه الخيط دوت. بعد ما خلصنا داير ما يدور، عايزين نشوف كده المقاسات عاملة ايه معانا علشان بعد كده نروح نثبت. الداير ما يدور مقاسه عامل 6 سنتي ونص، ده العرض بتاعه 6 سنتي ونص. الطول بتاعه عامل نظبطه كده ثواني، احنا هنجيبه على النص بالظبط ونحسب النص ده وهنضرب بقى في 2. عامل كام؟ 34 سنتي، يعني داير الميدور كله عامل 68. تمام، 68 ده الطول بتاع داير الميدور اللي احنا عملناه. طيب ده طول الداير. عايزين نشوف الشنطة نفسها اللي هي الوش والظهر اللي احنا عملناهم. نحط ده على جنب كده، نخليه على جنب ونجيب الوش بتاع الشنطة ونقيس العرض. عامل 27 سنتي. طيب الطول بتاع الشنطة عامل 19 سنتي ونص تقريبا، 19 سنتي ونص. ده المقاسات بتاعة الشنطة من غير تقفيل. مع التقفيل هتزيد نص سنتي ولا حاجة في كل ناحية. تمام، دلوقتي انا هستعين بدول بقى، محتاجاهم معايا اللي هي الماركر دول، علشان نثبت الداير في وش الشنطة قبل ما تخيطي. بدل ما تخيطي ويطلع فيه غلط في التثبيت، لا هنثبت كده بالماركر بنفس الطريقة دي. المقاسات بتاعتك خديها بالظبط، ثبتي كده واحدة واحدة مع نفسك علشان تطلع مظبوطة. انا ما قدرتش اثبت قصاد الكاميرا علشان اعرف اظبطها تبقى مظبوطة معايا، بس كل غرزة بتحطيها قصاد غرزتها، يعني الغرزة اللي موجودة في الداير تبقى مع اختها اللي في وش الشنطة علشان تبقى التثبيت مظبوط. خلاص ثبتي بالماركر، تعالي بقى هاتي الخيط والابرة وابدأي ثبتيهم مع بعض كويس. الخيط بتاعنا طالع طبعا من الداير، مش واخدين خيط من بره، بدل ما تقعدي برضو تنضفي في الخيط، لا هو كده على طول من الداير للوش الشنطة على طول هنبدأ نثبتهم. هتاخديه بالشكل ده. بصوا كده التثبيت هيبقى عامل ازاي برضو. طبعا اللي متابع الفيديوهات من اول خالص يعني او من زمان عارف طريقة التثبيت بتاعتنا عاملة ازاي لما بنثبت حاجتين مع بعض. اللي بيشوف لأول مرة الفيديو هقول لكم دلوقتي الطريقة ازاي علشان تبقى كل حاجة واضحة معانا. انا شلت الماركر دي خلاص كده لان انا هثبت مكانها.
ناخد طرفين الخيط من الداير وبتروحي على طرف واحد بس من وش الشنطة، تمام، وتثبتي كويس جدا في البداية. طيب دلوقتي انا بحدد نقطة ببدأ من عندها وبروح للنقطة التانية، يعني هبدأ انا من الداير واروح على وش الشنطة. لو عايزة تبدأي من وش الشنطة للداير اوكي، بس المهم بتثبتي النقطة بتاعتك اللي انت بتبدأي من عندها وبتروحي للنقطة التانية. يعني انا دلوقتي ثبتت خلاص وحددت ان انا هبدأ من الداير للشنطة، بتفضلي على نفس الطريقة كده لحد اخر الشنطة بتاعتك اهو. يعني انا باخد دلوقتي فتلتين من الداير على فتلة واحدة بس من وش الشنطة، وارجع تاني لما اثبت المرة اللي بعدها او الغرزة اللي بعدها اخد فتلتين من الداير على فتلة واحدة بس من الشنطة، وهكذا. يعني انت بتشتغلي بشكل ايه، حلزون، بتاخدي نقطة بتبدأي من عند نقطة ما بتغيرهاش وبتروح على النقطة التانية، تبقى شكلها حلزون بالظبط كده. انما ان انت تفضلي رايحة جاية رايحة جاية من الداير مرة للوش مرة ومن الوش مرة للداير مرة، ده بيطلع معاكي شكل التثبيت بيبقى مش حلو اطلاقا، بيبقى باين طبعا، كل الديفوهات الصغيرة دي بتبان، كل حاجة بتبان. فحاولي تكون الشغل بتاعك نظيف على قد ما تقدري، علشان طول ما فينش الشغل نظيف طول ما الناس هتحب شغلك وهتطلبه. لان الناس اللي بتشتري بتفهم طبعا في فينش الشغل عامل ازاي. ما تاخديش مثلا فتلة واحدة بس من هنا وفتلة واحدة من هنا، الشغل بتاعك هيطلع مفتح ومخرم وشكله هيبقى باين مش هيبقى حلو. فحاولي كل الحاجات الصغيرة دي تبقي واخدة بالك منها. انا بحاول اقول لكم كل حاجة تفيدكم معاكم في الشغل. لو انتي بتشتغلي وبتبيعي الحاجات دي هتفيدك جدا، النقط اللي انا بقولها لك دي. هروح اثبت ونرجع تاني بعد التثبيت نشوف هنعمل ايه. انا هنا ثبت بقى الوش والظهر، الوش الشنطة وظهر الشنطة في داير الميدور بتاع الشنطة بتاعتنا. بصوا التثبيت شكله باين ازاي، حتى لما يكون في لونين عندنا بيبقى شكل التثبيت باين ونظيف وحلو، طريقة الحلزون اللي احنا قلناها دي. انا بحب دايما اقول كل حاجة بتحصل معايا او بتعدي عليا في الشنطة اللي انا بشتغلها، علشان بحب اراعي ضميري بصراحة، ان مادام ان في ده فيديو تعليمي يبقى كل حاجة طالعة صح او كل حاجة متقالة، ما بحبش ابخل بمعلومة ما تبقاش قايلاها. دلوقتي الشراشيب هقسم 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 25 فتلة خيط. مقاس الفتلة دي تقريبا 30 سنتي. 30 سنتي ده احلى مقاس انا اشتغلت بيه بصراحة، لان الفتلة الشرشوبة لما بتكون قصيرة ومقزعرة كده بتبقى مش حلوة خالص. ولما تكون طويلة برضو على فكرة طويلة حلوة، يعني لو انت عايزة تطوليها تبقى 50 سنتي مثلا بتطلع شكلها حلو جدا. لان الشراشيب الطويله طالعه موضه، بس انا حبيت اعملها وسط ما تبقاش طويله قوي. بصوا طريقه تشبيك بقى كل شرشوبه هنعملها ازاي. هنختار كده الناحيه دي مثلا وتخلي ليها سيف بالطريقه دي، يعني بتخليها حاده او باينه عشان تقدري تشوفي انتي بتشتغلي في انهي خط، علشان يبقى خط مستقيم اللي انتي بتثبتي فيه، ما يبقاش طالع نازل واخده غرزه من تحت من الداير على غرزه من الشنطه نفسها، لا هو خط واحد بتشتغلي فيه. بتخشي بالابره بالطريقه دي وبتاخدي الفتله كده وتروحي عامله كده اهو. بصوا واخدين الطرفين مع بعضهم وشادين كده، بس كده ثبتت وبقت كويسه جدا، مش بخياطه ولا اي حاجه، هي كده بطريقتها كده اهو. تاني الابره اهي، هندخل من فوق كده من عند وش الشنطه، من عند الوش اهو، وبروح للداير تمام عشان يديني الشكل الحلو ده. انا عايزاه ده اللي يكون باين من قدام. ادخل كده تمام. ناخد بقى دلوقتي اللون الفوشيا، نشد كده الحلقة دي، نعدي منها طرفين الخيط ونظبط الطرفين قصاد بعضهم ونشد بس. برضو هكرر تاني في اللي وراها بنفس الطريقة. طبعا خلي الغرز بتاعتك قريبة من بعضها، يعني او الفتلات دي قريبة من بعضها، كل ما تكون قريبة من بعضها تبقى حلوة، بس مش تبقى زحمة يعني، لا يعني حاولي تكون المسافات بتاعتك متناسقة، ما تبقاش بعيدة عن بعضها قوي، تبقى واسعة في فراغات في النص، او تبقى ضيقة جنب بعضها قوي لدرجة ان الشنطة ممكن تكون تورور منك او اسمها ايه يعني تكون ملولوة منك، ما تبقاش حلوة. لا خلي بصوا المسافات تبقى قريبة من بعضها كده. طبعا هكمل لحد الاخر لحد الزاوية، والناحية التانية كمان هعمل زيها بالظبط، والناحيتين اللي هناك اللي هي دي واللي وراها برضو بنفس الطريقة
هنعملهم كده. دولت الاربع نواحي اللي انا مجمعاهم او عامله لهم 4 مجاميع. هنشتغل بنفس الطريقه دي. ناقص حاجه بقى دلوقتي، ان انا هركب السوسته وهركب البطانه. انا هركبهم لوحدي بصراحه علشان الفيديو طول قوي مننا. في السوسته بنراعي 5 خطوات. اول واحده ان انتي بتثبتي بدايه السوسته كويس جدا. تاني خطوه بتخلي الغرز بتاعه الخياطه ضيقه على قد ما تقدري جنب بعضها اكنك مكنه بالظبط. تالت خطوه بتشدي السوسته بتاعتك وانتي بتشتغلي علشان تبقى مشدوده وحلوه، يعني ما تبقاش مرخرخه منك. رابع خطوه ان احنا بنثبت الطرف التاني كويس. الخطوه الخامسه بتقصي الخيط وتبداي الناحيه التانية لوحدها. دي الخمس خطوات اللي احنا لازم نكون واخدين بالنا منهم كويس جدا في تركيب السوسته. ركبت السوسته الاول، بعدها روحي ركبي البطانه. والله عايزه تخلي الشنطه بتاعتك كده من غير بطانه براحتك، عايزه تحط لها بطانه براحتك برضو. انا حبيت اعملهم ببطانات بصراحه علشان تبقى انا شايفه في فراغات في الشنطه، فحبيت احط لها بطانه عشان ما تبقاش الفراغات دي تعدي حاجات واحنا بنستعمل الشنطه بتاعتنا. هروح اثبت الحاجتين دول، السوسته والبطانه. السوسته الاول بعد كده البطانه لو انت هتثبتي كده، واوريكم بقى شكلها بعد ما خلصت. خلصنا الشنطه بتاعتنا كده، والفيديو بتاعنا للاسف وصل لنهايته. ركبت انا خلاص الخيوط اللي احنا قصقصناها دي، ركبتها واحده واحده او لون ولون عشان تدي شكل او لون اغنى كده في الشكل بتاعها. طبعا هي شكلها الحقيقي احلى بكتير من التصوير والفيديو وكل ده. ركبت كمان الايد السلسله. لو انت عايزه تبدليها بايد جلد او ايد هندي او ايد كروشيه حتى ليكي الحريه في ده. ركبت البطانه والسوسته كده كلها تمام خلاص. خلصناها. دلوقتي هنيجي على حته الميزان، هنعرف خدت قد ايه خيط علشان لما تحبي تشتغليها تجهزي الخيط بتاعك على يعني قدها بالظبط. حته التسعير بقى دي هتختلف من مكان لمكان، من محافظه لمحافظه، ومن محل لمحل، على حسب ما هتلاقي بكام الخيط عندك. يعني في محلات بتبيعه ب90، في محلات بتبيعه ب100. لو اللفه القديمه اللي هي الشله القديمه اللي انا بستعملها دي وتتلف بكره، دي في منها ب60 65 70 على حسب المكان اللي انتي هتجيبي منه. في كل الاحوال الميزان اللي هيطلع دلوقتي عندك، يعني انا هوزنها، هتطلع 600 وشوية جرام، يعني هنقول 700 جرام. هنحسب ال700 جرام دولت قد ايه خيط. يعني هتضربي سعر الخيط اللي هو مثلا لو 100 جنيه، هتقسميه على 100 في الوزن اللي طالع لك ده، هيطلع لك المبلغ الخيط اللي خدوه. هتجمعي المبلغ ده مع السوسته بكام، البطانه بكام، الاكسسوار عندك بكام، كل ده هتجمعيه مع بعض تضربيه في 3. هو ده المقاس، هو ده السعر سوري اللي هيطلع لك اللي هتبيعي بيه. تمام كده. ده طريقه التسعير اللي قدرنا نوصل ليها لحد دلوقتي. هي مش فير 100%، بس ده اللي بنقدر نسعر بيه شغلنا. ميمي معانا في الفيديو على فكرة، وكانت صايمة طول شهر رمضان ازيكم، وخدت الجايزة بتاعتها ان هي قدرت تكمل. متنسوش اللايك. ايوه. كل سنة وانتم باي طيبين. باي، باي كل باي. سنة وانتم طيبين.